مساء الخير على حضراتكم. يا رب كلكم تكونوا بفرحة وبخير وبسعادة على قد ما تقدروا. أنا عارفة إن أنا انقطعت لفترة طويلة جدا عن مقاطع رتوش عزبة، ولكن ده كان لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي تماما. وأنا المرة دي بحاول إن أنا يعني أستأنف هذا الشغف الكبير اللي أنا بدأته مع حضراتكم من حوالي سنة أو أكتر من سنة. لا تقريبا أكتر، يعني حوالي داخلين على السنتين. وأنا باجرّب معاكم تجربة جديدة، وهي إن أنا بدل ما أصوّر تصوير بالصورة والصوت هاكتفي فقط بالصوت المرّة دي، وأعرف من حضراتكم هل دي هتكون طريقة يعني كويسة لتسجيل بعض المقاطع من رتوش عزبة، والّا يبقى يعني أكتفي بس بمقاطع من الصورة والصوت. طيب، طبعًا إحنا أوشكنا خلاص على إن نبدأ الاحتفال يعني الكبير، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة، وبإذن الله هتبدأ في يناير تقريبًا من يوم 21. فيعني طبعًا باحب إن أنا أنتهز الفرصة وأسألكم، يا ترى جهّزتم يعني القايمة بتاعة الكتب، والّا يا ترى أنتم معتبرين الأسعار غالية جدًا، فبالتالي هتختصروا وتقتصدوا في عدد الكتب المطلوبة، والّا هتعملوا زي إن أنا ممكن آخد هدنة تامة من المعرض السنة دي، على إني أستأنف برضه الزيارات من أول السنة الجاية، بحيث إن الواحد يعرف يعني يا ترى الدنيا هتروح على فين والأسعار هتروح على فين. فأحب طبعًا إن أنتم تشاركوني وتقولوا لي إيه رأيكم، وبإذن الله هاحاول إن أنا أعمل مقطع كامل أكلمكم فيه عن بعض الكتب اللي أنا بارشحها، قرأتها السنة دي وحاسة إن هي ممكن تفيد كل من يقرأها زي ما أفادتني. بس خلونا نبدأ الحلقة نفسها بإذن الله، مش هطولها. هي عن روايات الكاتبة السعودية والتي تسكن في مصر منذ سنوات طويلة. هي صحفية وشاعرة ومؤلفة، يعني تتميزت بالكتابة الأدبية الاجتماعية بالذات، بيتخللها بعض الرومانسية. هي الكاتبة نور عبد المجيد. فأنا مش ناوية إن أنا يعني أستقي فكرة معينة من إحدى رواياتها وأبدأ إن أنا أناقشها. بالعكس، أنا هقوم باختيار تيمة، أو نقدر نقول عليها فكرة عامة، يعني كانت موجودة في حوالي الخمس روايات اللي قرأتها. أنا الحقيقة قرأت الست روايات بس السادسة لم أكملها، فبالتالي هتكلم بس عن خمس روايات من رواياتها، وهي رواية أريد رجلا، ورواية سيادة القاضي، ورواية أنت مني، ورواية سولو، وأخيرا وليس آخرا هي رواية الحرمان الكبير. مش هأطيل على حضراتكم، أنا هتكلم بالأساس عن نهايات هذه الروايات. ومن هنا أنا حابة أني أنوه إن أي شخص لم يقرأ، أو أي قارئ لم تتسنى له فرصة قراءة هذه الروايات ويحب أن يقرأها بدون أن يحرقها له أحد، فأتمنى أن يمتنع عن الاستماع لهذا المقطع. تمام، علشان انا بصراحة مش ناوية ان انا اشيل وزر يعني قارئ عزيز هيحب ان هو يقرأ هذه الروايات، لان انا بالاساس بتكلم عن نهايات الروايات دي. طيب، يعني هسيب لكم بالظبط 3 ثواني، اللي حابب ان هو يسيب المقطع عند الجزء ده مفيش مشكلة. طيب، كده يبقى الناس اللي هتكمل معايا هي الناس اللي حابة تسمع الفكرة بتاعتي حول نهايات روايات نور عبد المجيد الخمسة التي قرأتها. الحقيقة إن هذه الروايات بتبدو من بعيد من الظاهر إن هي نهايات كئيبة جدا، بتدعو للتشاؤم. سواء مثلا كان في رواية الحرمان الكبير، يعني البطلة فقدت زوجها وحبيبها، وحتى لما تزوجت من رجل آخر لا تحبه أنجبت منه طفلة حبتها كل الحب، وفي النهاية هذا الرجل الجديد أو هذا الزوج الجديد خطف ابنتها منها عندما يتيقن إنها لا تحبه، وإنها ما زالت تحب طليقها القديم. يعني في النهاية ان البطلة وصلت لهذه الابنة، ولكن الاب كان اوريدي، يعني نقدر نقول شوه سمعة هذه الام في مخيلة البنت تماما. لو بنتكلم على ده كانت رواية الحرمان الكبير. لو بنتكلم على رواية أنت مني، فبرضو انفصلت البطلة بيبة من المؤلف اللي هو اكتشفها في الأول خالص وهو ناير.
بعد قصة حب جميلة، وهو اللي انتشلها من الضياع وما إلى ذلك، بعدما صارت نجمة من نجوم عالم السينما، فبالتالي يعني انفصل هذا الثنائي. لو بنتكلم عن سيادة القاضي، فطبعا احنا عارفين ان رجائي يعني تم الحكم عليه بالإعدام بعدما قتل من قتل، أو قتل أخاه، يعني أخاه، لأنه ظن ان هو في علاقة محرمة بين هذا الأخ وبين ابنة البطل اللي هو رجائي. لو بنتكلم على رواية سولو، فبنجد إن أغلب الأبطال إن لم يكن جميع الأبطال انفصلوا عن بعضهم البعض، سواء كان الشباب منهم أو سواء كانت مرحلة اللي هي يعني بعد الشباب، أو سواء حتى مرحلة الكبر أو الشيخوخة. الجميع انفصل، يا إما بالموت، يا إما بالطلاق، يا إما بمجرد بس انكسار حاجز الحب، لما مثلا اكتشفوا إن هم مش مناسبين لبعض. فنفس الموضوع لو بنتكلم على أريد رجلا، طبعا البطلة أمينة انفصلت عن زوجها سليم، وده بعد لما اكتشفت ان هو تزوج عليها نزولا لرغبة والدتها. تقريبا انا كده اتكلمت عن الخمس روايات. فاحنا لما بننظر اليها بنظرة ظاهرية هنجد انها كلها بتدعو لشيء من التشاؤم، لكن انا بقى حاولت على قد ما اقدر ان انا يعني أنظر لما وراء السطور، فوجدت الحقيقة أن كل نهاية من هذه النهايات هي بداية جديدة للأبطال، بداية بعدما انتصروا على الكثير والكثير من الهزائم، وهي بداية واعدة لمستقبل مشرق ومستقبل مبهر لما بعد. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على رواية الحرمان الكبير، او قبل ما نتكلم، قبل بقى ما احلل كل نهايه على حده، فانا حابه بس ان انا اتكلم على مفهوم الروايه هي عباره عن سرد لنقطه معينه في او فتره زمنيه معينه من حياه البطل الاساسي. هذه النقطة بتبدأ وبيكون فيها صراع، وبعد كده بيبقى فيها نهاية لهذا الصراع، وبعد كده بعد المرحلة دي بتبدأ مرحلة تانية برضو هتبقى فيها بداية صراع نهاية، وهكذا. الرواية بتختار نقطة معينة أو فترة زمنية وصراع معين هي اللي بتتناوله وتكتفي بذلك، ومش بتورينا اللي بعد كده، إلا طبعا في الروايات اللي بتاخد حياة الإنسان من أوله لآخره. تمام. طيب بالنسبة لرواية نور عبد المجيد، هي برضو واخدة فترة زمنية معينة في حياة الأبطال بتوعها. يعني مثلا لما بنيجي نتكلم على الحرمان الكبير، بنجد ان البطلة بتاعتنا على الرغم ان هي فقدت هذا الحبيب اللي هو كان يعني زوجها الاول، وده اللي كان في فارق سن سوري فارق اجتماعي كبير بينهما، بنجد انها انتهت الرواية انها عثرت بالفعل على ابنتها. ربما هذه الابنة يعني جاحدة نوعا ما، او انها بتشعر بالأنفة، بتشعر بالكراهية ناحية والدتها، بعدما طبعا يعني ملأ الأب أذنيها بالكثير والكثير من الكلام المسيء عن أمها. فنقدر نقول لا، بتظل إن هذه النهاية هي بداية مبشرة، إن أولا هي وجدت ابنتها، فبالتالي من يعلم أكيد هتتصالح معاها في لحظة معينة، خصوصا إن الأب اللي هو كان مصدر الشر في الرواية مات وانتهى. فبالتالي رغم ان الرواية تبدو في ظاهرها انها مليانة بالحزن، لكن هي فيها بداية نقدر نتكلم عليها ان هي هتفتح افاق عديدة للام وابنتها. ومين عارف، ربما هذه الام كمان بالعكس كان في بذور قصة جميلة ما بينها وبين الطبيب يعني اللي حاول ان هو يعالج الاب، وده لو انا متذكرة بشكل مظبوط. لو بنتكلم على رواية أنت مني، فالحقيقة على الرغم من أن الشكل الظاهري أن القصة الأساسية انتهت نهاية مروعة، اللي هي نهاية إن بيبة وناير انفصلوا عن بعضهم البعض، من ناحية تانية بنجد إن بالعكس هذه النهاية كانت حتمية منذ البداية، لأن احنا بنتكلم على اتنين من عالمين مختلفين. ده أولا. ثانيا، ناير لن ينسى أبدا ماضي بيبة، فبالتالي هذه العلاقة منتهية منذ بدايتها أصلا. فبالتالي وصول الاتنين لهذا الحائط السد بالعكس ده نوع من الانعتاق، إن الاتنين انعتقوا من بعضهم البعض، بحيث إن هم يعني يبدأوا عالم جديد.
طبعًا هُم الاتنين علّموا بعض حاجات كتير جدًا، لكن من ناحية تانية هُم الاتنين مش مناسبين لبعض. ومش كده وبس، وإنما كمان كان في جزء يعني برضه بذرة قصة حُب بين بيبة وعلوي اللي هو كان الحارس الشخصي ليها، اللي هو أب لو أنت متذكرة صح يبقى هو أرمل أو مطلّق مش متذكرة بصراحة، لكن يعني بيحيا مع ابنته وحيد، فبالتالي أكيد هو محتاجها إن هي تكمّل معاه الطريق. لو إحنا بنتكلم على رواية سيادة القاضي هي طبعًا هي رواية أصلًا بتبدأ بفاجعة حقيقية وبتنتهي بفاجعة أكبر حينما نعلم هوية القتيل اللي هو كان أخو رجائي، لكن من الناحية التانية نقدر برضه إن إحنا نقول إن نور عبد المجيد أرادت من هذه الرواية إن هي تشرح لنا كيف يمكن للصمت ولعلاقة الأب والأم المشوهة أن تؤثر على كل أفراد الأسرة. دي من ناحية. ثانيا أيضا هي كانت في العديد من اللقاءات كانت بتتحدث عن أهمية التربية الجنسية للأطفال لكي يستطيعوا إن هم يتعرفوا حدودهم التي لا ينبغي أن يتجاوزها أو يتخطاها أي أحد آخر. فبالتالي برضو على الرغم من أن رجائي وأخاه توفوا، لكن احنا ممكن بنرى أولا أن في أم اتعاقبت على كل اللي هي عملته، سواء كان يعني عدم صراحتها مع زوجها طيلة حياتهم، ورغبتها في فرض سيطرتها وتعويض ما خسرته ولو على حساب أبنائها. تمام، كل شخصية عرفت موقعها وكل شخصية يعني عرفت هتبدأ ازاي نقدر نقول، سواء كانت بنت رجائي أو سواء كانت والدته أو غيره وغيره وغيره. فبرضو تبدو ان هي نهاية مروعة، لكن في نفس الوقت القارئ خرج اولا متعلم شيء مهم، وثانيا نقدر نقول ان هذا البيت يعني وضع له حد، ان خلاص كفاية بقى فكرة اللي هم بيخبوا ان بيخبوا تفاصيل وخبايا هذا البيت المروعة والمأساوية، وبيحاولوا ان هم دايما يظهروا بمظهر رائع وجيد امام الناس. طبعا مش هيفهمني الا اللي قرأ الرواية وقرأ وصف نور عبد المجيد لهذا البيت، ان ازاي البيت يعني بيحاول ان هو يحافظ على شكله دايما قدام الناس، لكن هو من جوه كان مخلخل بشكل كبير جدا. لو بنتكلم على رواية سولو، فدي بقى من الروايات اللي أنا بعشقها لنور عبد المجيد. إنها بالفعل هناك شخصية مثلا نادية التي توفت في منتصف الرواية، بنجد إنها توفت لكي تعطي إشارة لمروة اللي هي المرأة التي يخونها زوجها والذي دائما يعايرها بأنه لها ليست من مستواه. فبنجد إنها نادية أعطت درس لمروة في سكوتها حتى توفت، إنها بتعطي مروة الدرس وبتلقنها إن الدرس إن هي ما تكررش تاني دور الضحية زيها وتفضل ساكتة لحد لما تموت موت مقهور زي ما حصل لها. لو بنتكلم على مروة، إنها انتهت الرواية بإنها انفصلت أخيرا عن زوجها وعن ابنتها التي يعني نقدر نقول ملتصقة التصاق وثيق بأبيها، حتى في خياناته، حتى في عدم يعني انضباطه الأخلاقي وغيره. فأنا أرى أن بالعكس أن دي كانت نهاية منطقية جدا، وهي حرية حقيقية وكذب حقيقي لمروة، بعيدا عن محيط كامل كان بيقهرها وكان بيقتلها بالبطيء، ان هي انقذت نفسها قبل ما تصير ضحية زي نادية. لو بنتكلم على ملك، ولو انا متذكرة مش متذكرة لا اسمه كان ايه البطل اللي هو كان معاها، بصراحة أنا مش متذكرة اسمه، تقريبا كريم لو أنا متذكرة صحيحا. فبرضو بنجد إن ملك بالفعل ابتعدها عن كريم لحين طلاقه من زوجته. تمام، إن ده الفعل الصحيح الذي ينبغي أن يبدر من ملك، لأن ملك أصلا عايشة وهي متخانة، وهي يعني ضحية زوجها اللي بالفعل يعني خانها مع الخادمة، لدرجة أن هذه الخادمة شعرت بالحقد الشديد نحو ملك وابنها، ولدرجة أنها قتلت هذا الابن. فأنا بالنسبة لي بالعكس، أن هروب ملك
ده شيء من الهروب الصحي لكي تستطيع ان هي تتمالك نفسها وتعلم انها يعني كانت السبب الذي جعل كريم يحسم امره في علاقته بزوجته، اللي هي كانت دائما بتسافر للخارج وتتركه هو وابنته وحدهما. فيعني هو علم ان هما مش مناسبين لبعض بسبب ملك اللي دخلت حياته وعرفته يعني ايه الحب الحقيقي، يعني ايه ان امرأة تهتم برجل. فاعتقد ان بنسبة كبيرة ان ملك ستعود مرة اخرى، لكن لما تبقى اكثر ثباتا واكثر قدرة على العطاء، وان تبقى عقدتها انفكت عندما تقتنع انها ليست السبب في خراب بيت كريم، وانما هذا البيت كان مخرب من البداية أو خارب من البداية. طيب برضو كان في العلاقة ما بين ياسر وابنة البواب، برضو هذه العلاقة كانت مبنية على باطل، فبالتالي كان لابد أن تنتهي، وإن بكده الاتنين هيستريحوا، لأن فعلا ما كانش في أي تكافؤ بينهم على الإطلاق. فمن هنا هما الاتنين علموا بعض معاني جميلة وسامية عن الحب وعن التعاون وعن ال الإيثار وغيره، لكن في النهاية هما الاتنين مش مكتوبين لبعض. تمام، لكن ده مش ده بيظل ان هناك نضج اكتسبوا كل منهم من هذه العلاقة، هيساعدهم بعد كده في بدايتهم الجديدة ان هم يعني يكونوا اكثر حكمة واكثر رشد في اختياراتهم القادمة. لو بنتكلم ده كان بالنسبة لرواية سولو. بالنسبة لرواية اريد رجلا، طبعا هي رواية للأسف انا شايفة ان هي رواية يعني حزينة جدا، لأن طبعا يعني أمينة وسليم كانت قصة حبهم جبارة، لكن هنا برضو إن هذه النهاية المأساوية، تمام، آم، برضو جعلت الأبطال يقفوا على بداية أو على زي ما نقول كده إيه، على أعتاب بداية صحية سليمة. لان احنا هنا كنا بنتكلم على ان كانت والدة سليم كانت دائما وابدا بترى ان هذه الفتاة اللي هي امينة ليست اهلا لابنها، وان كمان بعد لما انجبت طفلتين فهي برضو شايفة بالعكس ان الولد ان ابنها محتاج ولد علشان يقدر ان هو يكمل مسيرة هذه الاسرة. دايما كانت حاسة ان في عقدة او دايما حاسة ان في مشكلة في هذا الارتباط بين أمينة وبين سليم. وبالفعل لما بقى في النهاية يعني انكسرت علاقة الحب والزواج بين سليم وأمينة. فأولا سليم علم ان هو يعني هو كان محتاج يجرب علشان يعرف قد ايه الموضوع بشع، ان هو بالفعل يسمع كلام والدته ويتزوج من امرأة اخرى دون علم زوجته الاولى. فهو شاف بعينه قد ايه الموضوع كان في منتهى الظلم، سواء كان لنفسه او سواء كان للزوجة الجديدة او سواء كان للزوجة القديمة، وان المفروض ان والدته لا تتدخل في اختياراته، يعني طالما ان هي كانت اختيارات راشدة. ده من ناحية. من الناحية التانية أمينة برضو انجرحت بشكل كبير جدا، ولكنها بعد لما انجرحت جرحت برضو بشكل أصعب بكتير. تمام، سليم هل كان يستحق منها كل هذا ال يعني نقدر نقول البغض أو كل هذا الانتقام؟ يعني أعتقد إن ده غير مظبوط، وهو ربما كان الأمر بسبب عقدة أصلا قديمة عند أمينة، إنها دايما يعني دايما بتشعر إن الزوج في شيء من عدم الوفاء. فهنا على الأقل في النهاية هي علمت إن سليم بالعكس كان بيحبها حب حقيقي على عكس والدها ووالدتها. فبالتالي أكيد ربما هما لن يعودوا مرة أخرى، محدش يعرف هل هيرجعوا لبعض مرة تانية ولا لأ. لكن حتى لو مرجعوش فعلى الأقل الاتنين أصبحوا ناضجين بما فيه الكفاية علشان يبدأوا مرحلة جديدة يعرفوا فيها هيوصلوا لإيه بالظبط، خصوصا إن سليم طلق المرأتين. فيعني انا شايفه بصراحه ان دي برضو على الرغم ان هي نهايه تبدو مأساويه، لكن في جواها بتنطوي على نقدر نقول صفحه جديده بيفتحوها كلهم بعد لما خلاص اتحلت كل العقد اللي كانت جواهم، وبعد لما كل واحد فيهم باح بكل ما يخفيه للآخر. ده غير طبعا ان اصلا هذه الحادثه كلها جعلت أبو أمينة إن هو يعني يقابل والدة لبنى اللي هي كانت حبه الأول أو حبه بقى الثاني أثناء علاقته بزوجته والدة أمينة. فبالتالي عندما رأى هذه المرأة للمرة الثانية وعلم أنها أم لبنى التي جرحت، يعني لبنى التي جرحت أمينة بزواجها من سليم،
فهنا هو استوعب قد إيه هو كان يعني واهم، وقد إيه إن هو ضيّع عُمر كامل مع زوجة محترمة ومع ابنة طيبة لمجرد أوهام اللي هي كانت بتُعلّقه بهذه المرأة التي بالفعل يعني لم تبادله أي مشاعر حقيقية على يعني كالتي حاولت أن تبادله إياها زوجته وابنته. طيب فبالتالي أعتقد أنا كده اتكلمت على رواية الحرمان الكبير، اتكلمت على رواية سيادة القاضي، اتكلمت على رواية أنت مني، اتكلمت على رواية سولو، وأخيرا وليس أخيرا رواية أريد رجلا. فبالتالي أنا أسفة جدا أن أنا أطلت عليكم، لكن أنا بقول لكم لابد أن احنا نميز بين النهايات المأساوية فعلا وبين النهايات التي تقدم فرصة جديدة لأبطالها، ولكن بشكل غير تقليدي. وده أعتقد بنسبة كبيرة جدًا يعني بيرمز إلى فكر نور عبد المجيد التي ترى أن الإنسان أهم بكثير من علاقة الحب بين رجل وامرأة. بالعكس، كون أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى نفسه وإلى هويته وإلى الأرض الثابتة التي يقف عليها، هي بالنسبة لها دي نهاية سعيدة لروايتها، حتى لو جاء ذلك على حساب علاقة هذا البطل بالبطلة، أو يعني بالشخص المفترض إن هو يبقى بيحبه. فأعتقد يعني ممكن ننظر نظرة مختلفة للنهايات، إن مش كل نهاية حزينة بتنطوي على حزن فقط، وإنما هي ممكن تبقى بداية جديدة بس نقراها بشكل صحيح. أنا آسفة إن أنا أطلت عليكم، بس يعني أتمنى إن ده يبقى فيديو ممتع ليكم كلكم، وإن انتوا تبقوا انبسطتوا بيه. ميرسي جدا.